choose the correct answer from A, B or C. Number 1. Birds have نقط to help them fly. الطيور لها ايه وبتساعدها على الطيران؟ feathers. ريش feathers. Number 2. A horse walks on a نقط. الحصان بيمشي على ايه؟ بيسير على ايه؟ ليه حافر بيمشي عليه؟ hoof. Number 3. A bird's home is a نقط. منزل الطائر بنقول عليه ايه؟ nest يعني عش nest. The squirrel يعني ايه squirrel؟ يعني سنجاب. used his sharp claws بيستخدم مخالبه الحادة to a the tall tree. عايز اقول لكي يتسلق الشجرة الطويلة. بيتسلق عن طريق المخالب الحادة بتاعته climb up يتسلق لأعلى. بعد كده Number 5. A bear has نقط on its feet. الدب ليه ايه في قدميه؟ الدب ليه ايه في قدميه؟ يعني ايه؟ يعني حوافر. مش حوافر، كفوف paws. بعد كده a horse use its tail. الحصان بيستخدم ذيله to ايه؟ علشان يطرد الايه الذباب او يطير الذباب اللي بيقف عليه push away flies. بعد كده عندنا قطعة هنكملها. A bird has feathers and lives in a nut. بيقول لي الطائر ليه ريش وبيعيش فين؟ في عش. يبقى number 1 nest. A cat has nut. القطة لها ايه and walks with its paws. القطة لها ايه وبتمشي على its paws. fear لها فرو يعني fear. بعد كده بقول لي look and rearrange the letters to make a word. انظر ورتب الحروف لتكون كلمة. أول كلمة معانا paw P-A-W. وتاني كلمة تبقى feathers ريش F-E-A-T-H-E-R-S. وتالت كلمة clothes مخالب C-L-A-W-S. يبقى الأولى paw والتانية feathers والتالتة clothes. يلا نقرا القطعة. القطعة بتقول animals have different body parts that help them live. بقول إن الحيوانات لها أجزاء جسم مختلفة تساعدها على العيش. يلا نشوف بعد كده. A furry bear has a big paws and sharp claws. يعني إيه؟ مين شاطر يترجم؟ يلا. الدب المكسو بالفرو له كفوف كبيرة ومخالب حادة. A bird has soft feathers. الطائر له ريش ناعم and a long tail وذيل طويل. The bird الطائر builds its nest بيبني عشه high in a tree عاليا في الشجرة. A horse has hooves. يعني الحصان له ايه؟ hooves يعني حوافر. and its feet on its feet في قدميه and a tail وذيل to push away flies لكي يطرد الذباب أو يطير الذباب. their body parts أجسامهم help them بتساعدهم stay safe إنهم يبقوا في أمان in their habitats في مواطنهم السكنية. يلا نشوف كده. A furry bear الدب المكسو بالفراء has big A on sharp claws and sharp claws has big A paws يعني كفوف كبيرة ومخالب حادة يبقى paws. Number 2. A horse has hooves on its feet. الحصان ليه حوافر هنا الحصان ليه حوافر on its feet في قدميه and a tail وذيل to push away flies لكي يطير الذباب بعيدا أو يدفع الذباب بعيدا. What helps animals live؟ إيه اللي بيساعد الحيوانات على العيش؟
الإجابة هتبقى أول سطر animals have different body parts that help them live. يعني الحيوانات ليها أجزاء جسم مختلفة تساعدها على العيش. تمام كده. نمبر 4 what's the main idea of the text؟ إيه الفكرة الرئيسية للنص؟ stay safe in their habitat. ممكن مثلا نقول their body parts أو animals body parts help them stay safe in their habitats. هناخد آخر يعني نص السطر الرابع وآخر جزء معانا في التكست. بعد كده يلا نشوف الترتيب. نمبر 1 animals have different body parts. يعني الحيوانات لديها أو تمتلك يعني أجزاء جسم مختلفة. بعد كده هتبقى furry bear الدب المكسو بالفراء has big paws يعني ليه كفوف كبيرة. والتالتة a horse الحصان has hooves ليه حوافر on its feet في قدميه. ونمبر 4 a bird الطائر has soft feathers يعني لديه ريش ناعم. دي بالقطعة.